صباح الخير، صباح الفل ياسمين. شو عم تعملوا؟ شو عم تسووا؟ يلا قوموا نرتب السرير. ما بقي شي للعيد يا جماعة، لازم نخلص تنظيفات وترتيبات. والله في بنات شاطرات كتير اكتيتهم خلصوا. بدنا نسوي فطور يا جماعة. رح سوي فطور للولاد لشام وعمر. رح اعطيكم وصفة كتير لذيذة، الله يتقبل منكم. بعرف كتير صايمين. في حد زيت كمان. الوصفة حذركم، يلا احذروا. هاي مناقيش بالطواية. إذا عندكم طواية فيكم تعملوا مناقيش بالطواية. هلا بجيب الخبز السوري وبحطه بالطواية، بعدين بحط عليه بيضتين. شايفين؟ بنحط رشة ملح على البيض، بنحركه هيك البيض. حاول نوزعه كمان إذا بنقدر بهالطريقة. وهلا بنضيف الجبنة، وكتروا جبنة غير شكل بتطلع. هلا بنسكر عليها الغطا، بس الجبنة عندي شوي متجمدة عادي، بدها شوي لتذوب. نترك على نار هادية لحتى تذوب ويستوي البيض. بس يستوي بفرجيكم اياها. شوفوا يا جماعة، شوفوا على شكلها ما احلى. بدكم تضلوا حاطين على نار هادية هيك لحتى تستوي. واذا انتم بتحبوا انه لا، انه انا مثلا ما بحب انه مثلا الا يكون البيض مستوي، فيكم تقلبوها هيك على الوش الثاني بهالطريقة، تخلوا البيض يستوي ما راح يوقع منه خلاص. وترجعوا تمام بهالطريقة. اذا حابين فيكم تعملوا هاي الطريقة، فيكم لا تتركوه مثل هاي. في ناس بحبوا ياكلوا البيض لو فيه شوية نشا. بدي احطها بالصحن. شايفين؟ خلوني اقطعها. فيكم تعملوها بالفرن كمان، بيطلع شكلها كتير حلو. بتوقع احلى بالفرن. بالفرن تطلع شكلها احلى، بس كمان بتصير على الغاز اللي ما عنده فرن. شوفوا بهالطريقة. عن جد جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. كتير سخنة نار. شوفوا. يلا خلوني نروح ناكل. يلا باي. هي سحابة المكياج، بدي رتبها ونظف المكياجات لسه ما رتبتهم، فتعالوا نرتب مع بعضنا ونشوف شو راح يكون عندي الشغل اليوم. هي اول شغله بدي اخلص منها من غرفة النوم، بكون خلصت ان شاء الله. فاول شي بدي اعمل موزين مكياج، فحبيت شارككم كيف بعمل موزين مكياج بالبيت من دون ما اشتري واجيبه من مكان. فيكم تعملوا ببساطة بالبيت بطريقة كتير بسيطة. كيف بدنا نعمل موزين مكياج؟ اول شي بدنا جل الصبار، فراح احط جل الصبار. اكيد كلياتكم عندكم منه، يعني كتير ضروري بالبيت، بس كأنه قرب يخلص بس ما عم بنزل معي. شايفين؟ بحط كمية منيحة. جل الصبار مرطب كتير قوي ومفيد للبشرة، فراح احط حوالي هيك بدكم تقولوا معلقتين. زول ايوه حوالي معلقتين. وبعدين بعد ما احط جل الصبار راح احط شو؟ ماء الورد. ماء الورد كتير مناسب. اذا انتم من الناس اللي ماء الورد ما مناسب لبشرتكم، وما اتوقع الكل نفس الشيء، فبنصحكم تحطوا شيء ثاني مثل زيت جوز الهند اذا كان ما بيناسب لبشرتكم. بعدين نحرك منيح وندور كل شيء مع بعض، نتاكد كله ينخلط منيح. فانا شو راح اعمل؟ راح اضيفه جوات
يجي للصبار لانه اصلا ما بقي يعني كتير عندي. بهالطريقة، وبدي احاول خضه منيح منيح. بدنا نحاول نخضه منيح 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 عشان يطلع معنا صح 100%. فهلا رح نبلش ننظف المكياج وافرجيكم. هدول هن العلب كلها، رح طالع كل العلب من هون واشوف الشغلات انه اللي عن جد ما عم بستخدمها او خاصة وقتها نكبها. شايفين انا حاطه شو كان اسمها، مدات. هاي المدات بتساعد انه تضل العلبه نظيفه او الخزانه او السحابه. فراح اول شيء امسح وبعدين برجع. حطيت مزيل المكياج اللي استخدمناه ونبلش نمسح. انا جبت فوطه بيضه عشان يبين عليكم كيف بيروح كل شيء. بيطلع من مزيل المكياج. احسن طريقه نمسح السحابات اللي فيها المكياج هو مزيل المكياج. على فكره ما راح يروحوا الا بمزيل المكياج. شايفين؟ شوفوا انا بدي اجيب هاي مادة المكياج امسحها. شوفوا كيف نطفت. شايفين؟ بهالبساطة خلصنا هون. شايفين؟ وهلا بدنا نبلش نمسح المكياج قطعة قطعة. إذا ما بدكم تعملوا هذا مزيل مكياج فيكم ما تعملوه، وإذا عندكم مزيل مكياج تمسحوا فيه. يعني أفضل شي تمسحوا بهالطريقة. المكياج هيك طريقته بالمسح أحسن شي، بينضف أسرع شي وما بيبقى ولا آثار لأي وسخ. شوفوا قديش بيختلف معكم، تحسوا حالكم عن جد إنه مسحتوا بطريقة كتير كويسة. شو بدنا نعمل؟ نطلع كل شي من العلب وننظفهم وننظف كل شي عنا، برشايات وغيره كله بدنا ننظفها. والشغلات اللي ما بنستخدمها لازم كمان نفكر انه نشيلها ونكبها، يا اما نعطيها حدا يا كذا. اذا ما عاجبتك ما تستخدميها لا تتركيها. فيكن تغسلون للعلب وفيكن تمسحون بمزيل المكياج وخلصنا بهالبساطة. تأكدوا انه تمسحوه منيح منيح. على فكرة احسن شيء المسح بمزيل المكياج، ما راح يروح معكم بقع الا بمزيل المكياج عن تجربة انا. هلا رح نجي على العيد وكل شيء نظيف ومرتب، وهيك بتحسوا حالكم كأنه صايرين عروسات اشتات. البيت نظيف، تياب جديدة، بتحسوا هيك روتين جديد. هلا يا جماعة نبلش نمسح كل الأقلام. قطعة قطعة بدنا نمسحهم هيك. بدنا نعمل مشان ينضفوا ويصير معنا اللون. يعني ينضفوا كتير منيح. يصير معنا اللون. شو دخل اللون؟ مثلا هذا طبيعته نكبسه هيك ليطلع القلم. انا بكوني بقر وماني منتبهة على التصوير والله العظيم، مو مشغولة. فهلا عم ننظف القلم هذا كمان. بسم الله. هدول الأقلام كتير بحبهم بالمكياج، بحسهم بيعطوا يعني انه قلم حمرة طبيعي. ما بحب الأقلام اللي بتعطي انه شو بدي اقولكم انه تحسوا أقلام مو حقيقية. هدول بدهم بري
واللي ما بده ما بفري. بحسوا هدول أبشع شي تنظيفهم، والله كتير صعب تنظيفهم. طلع كمان ما بده الحمد لله. شوفوا هدول الأقلام فيهم بالراية منهم فيهم كمان. هذا اللون كتير بحبه، بحسه طبيعي. شايفين ألوان كلها طبيعية. أنا بحب الألوان اللي بتعطي إنه طبيعية، ما أنا إنه هيك تحسوا شلون بدي لكم ألوان ضجة. أنا ما بحب الألوان ضجة، بحب الطبيعي أكتر. فشوفوا حطهم جنب بعض عشان لما ما أخلص الباقي بمشي واحد واحد. يعني بدنا نرجع على العيد أغراضنا كلها جديدة إن شاء الله. ما بصير نفوت على العيد وأغراضنا مو جديدة، ما بصير. قطعة قطعة لازم ننظف. هدول اقلام كحلة. هذا الابيض جوا العين بيعطي كبر بالعين، وهدول هيك بتنحط تحت العين مثلا الوان ازرق ولا غيره وكذا. كتير كتير بيطلعوا حلوين. اما هدول القطع كتير بحبهم. هن عبارة عن بيعملوا نجوم. شايفين قديش حلوين. فيهم الوان كتير عديدة. يعني انا جايبه وبنعمل كمان خط اذا بتحبوا تحت العين او فوق العين حسب انتم ما بتحبوا كيف بتحبوا. في اشكال تانية، في فراشة كأنه خالص كأنه فرجيني خالص. هذا رح كبه. اذا فرجيكم في الوان تانية. شايفين هذا اللون الاخضر وبيعمل هذا شكل كمان نجمي. شايفين كتير في الوان تانية كمان، بس ما بعرف اذا بقيان فيهم ولا فاضيين. طلعوا هلا هذا خالص كمان، في منهم خاصين. طلعوا خاصين. شام كتير بتحبون هدول القطع، كتير بتعمل شكل نجوم وقلوب. هاي حمرة الخدود. حابة الاقي غيرها، حسيت تعبانة شوي. مو واحد لما سافرت بتعب المكياجات لازم واحد يبدلهم. يعني حمرة الخدود اكتر شي بتحسوها بتطول، بتعيش وقت كتير. اول خزانة او اول سحابة خلصتها. نفتح الثاني بسم الله. هلا هي اخف، يعني الحمد لله حاسة اخف بكتير. اول شي صار كل شي وبعدين بلش اضب.
هذا مثبت مكياج، هذا زيت للشعر، يعني مو زيت، بنقول مثلا مهدي للشعر. هذا ممكن كمان مثبت مكياج. بحكي لكم شو هن الشغلات. هذا مرطب ذهب، هذا ماسك مية الذهب ممكن كتير كويس. هذا ماسك الخيار من سوريا. هذا ماسك اللهم صل على النبي، نسيان شو يا، ماسك من ماسكات الكتير منيحة، اللي بيكون مثل شو بدي اقولكم، بيكون عبارة عن شو، عن بتحطوه تدهنوا بعدين بصير كيس، بعدين بتشيلوه عن وشكم، عرفتوا. هذا كريم للشعر للرجال، هذا كنت عم بستخدمه مشان تشققات البطن، يعني بفيد. هذا كمان تشققات للتم، يعني للشفايف كمان استخدمته كويس. هذا واقي شمس. هدول ماسكات، هذا ماسك بماء الورد، وهذا ماسك للرجلين. انا بجيب كمية على قدي، بعدين بس تخلص برجع بجيب مرة تانية. رح احطها هون. هذا الماسك تحت العين، تتذكروا تركتكم هدول حنة ولزقات اظافر، وهي اللي مرة فرجيتكم انا بجيبها من تيمو، شمع للوش، بس بالعيد مثلا او مناسبة بحب احطها على وشي، على الوش هيك بصير بيكشف اكثر، عرفتوا. شو كمان هيك، هي السحابة حاجتها هيك. هلا خلوني فرجيكم، هي اول سحابة وهي ثاني سحابة، شايفين، وهي ثالث سحابة، وهون هي كمان بحط مشاط زوجي ومشتي هون. هون كمان شوفوا هي كفرات الموبايل، هيك مناكير، هيك القصص. وهي اللي زيوت وما زيوت، تمام. وهدول الفراشي بدي انضفهم واغسلهم كلهم، هدول كلهم مع بعض انضفهم وامسح هاي المنطقة. وهون نظفتها كمان وشلت الفراشي منها لاغسلهم لحتى واحطهم على الشمس يشمسوا كمان وينشفوا، بعدين بستخدمهم. فهلا رح نروح نغسلهم اول شي. هي الزبدية من المطبخ حطيت فيها الفرشايات كلها، بدي احط فيها اللي عملناه نزيل المكياج، بدي احط مي سخنة فوقه كمان، تمام. سخنة غالي، لا مي دافية، يعني مشان تطلع منا المكياج، يطلع منا البقع كلها، عرفتوا. المي على فكرة المي فاترة، ما هي لا سخونة ولا سخنة، انتبهوها. بعدين تضربون الفرشايات عندكم ها، وتقولوا تسنيم خربتي لنا الفرشايات، انا ما دخلني، تمام. نحرك هيك بهالطريقة. عرفت كل شغلة بالبيت انت ضروري. على عمر كيف انه في تليفون ارضي مالي خبر انه قال استغرب. ايه هيك بدنا نحركهم هيك، شايفين بهالطريقة، نتركهم شوي وبعدين بناخذهم على الحمام. هلا ايه يا جماعة، نجيب اي صابون عندكم بالبيت، نعمل هاي الخطوة حتى يطلع منا البقع، فهمتي. ويفضل صابون للوش للجسم، يعني يا اما بتجيبوا شامبو اطفال وبتحطوا بتفركوا بهالطريقة. بعد ما تتأكدوا خلاص نشفت، نغسل منيح منيح حتى على جنب. نفس الشي بناخد اي فرشاية نعمل هاي الطريقة لحتى نخلص من كل شي مكياج منه. طريقة كتير سهلة ما فيها شي. بس حسيتوا نطفت غسلوها منيح، شايفين كيف عم بيطلع منها. هيك بهالطريقة، ما في إلا هي الطريقة أو طريقة شامبو الأطفال، هدول الطريقتين أحسن طرق. فأنتوا شو متوفر عندكم اعملوا. شوفوا إذا حسيتوا خلاص نطفت، خلاص نحطها هيك على جنب، نفركها بإيدنا 100%. خلاص نطفيت، نعصرها نحطها على بشكير نضيف.
ماما هذا سكر سخنة. هذا سكر المي سخنة ليه؟ خلاص وقفي وقفوا. هاي يا جماعة هلا بدي احط الفوطة هون وافردهم هيك والشمس قوية بصيروا بتعقموا اكتر. هلا طالعة بعد ما خلصت شغل شوي، لسه بقى لي شغل والله تعبت. عندي كم شغلة ما جبتهم لسه ناقصين. تتذكروا ذاك اللي قلت لكم في طبيعة بتقلي انه في مخالفة اذا عمر لعب بالممر، صحيح هالشي؟ طبعا مو معقول يعني زودوها هاي الساعة كل مرة بدي يعملوا اي مخالفة. شغلات داخلية لها علاقة بكل برج وقواعده وما لها علاقة بالقانون. وانا اتوقع لانه نحن ببرجنا حتى في مكان يعني عم يعملوه انه غرفة كاملة للاطفال، من قبل ما نجي قالوا لنا على اساس فيه هيك وما عملوها، بس هلا قال بقيان لشهر وبتصير جاهزة. يا والله وين يتنفسوا الاولاد؟ والله الشوب يعني ما في الا هذا المكان يلعبوا فيه، وانا بيلعبوا بالعاده بالغرفه يعني بفوت الاولاد بيلعبوا عندي رفقاتهم وهن، بس كمان بده يلعبوا سكوترات، وسكوترات ما بتوسع بالبيت، يعني نحن ما عندنا فيل لحتى الواحد يلعب بالسكوترات، صعب. والله كثير حبيت هي الرساله، شوفوها قدامكم. انا دائما بقول تعليق لاني متعوده على قصه التعليقات. فعلا عن جد انا بحب اجيب شغلات عمليه انتم تستفيدوا منها وبنفس الوقت انا مستفيده منها وحابه احكي لكم عنها. على فكره كثير شغلات بحب احكي لكم عنها باليوتيوب، بس جوزي بيقول لي الفيديو صار طويل، لا بقى تحكي كثير والحكي كثير بضايق الناس. تتذكر كان يهلكني زوجي، ما يخليني انا اعبر عن مشاعري. هلا فيني اعبر اكثر، عرفتوا؟ فهذا الفرق بين الستوريات وبين اليوتيوب. اليوتيوب كثير شغلات تحبي تشاركيها بس ما بتلحقي تشاركي، ما بيبقى عندك، وحتى اذا كترتي محتوى بالاخير بتضيع بين المحتوى مع بعضه. فهيك انا بحس، ما بعرف. شوفوا على الزحمه، هي الزحمه لوين؟ على شمال ورأس الخيمة. هي كلها على راس الخيمه وعجمان؟ لا مو لأنه كلها رأس يعني هي هون مخرج الشارقة، مخرج بياخدك على غالبا عجمان وما وراء، او ممكن كمان يلف على دبي. هلا بكره اطلع في حادث سير. والله كاتبين انه في حادث سير. الله يطول يا رب. يبدو مشان هيك الزحمه، بس مع انه الحوادث قليله هون كثير. ايه لسه كتير هوا. جيت على هذا المحل اسمه واو، عنده كثير شغلات حلوه. اذا حابين تشتروا اكثر من شغله، هذا كله ب4 درهم. هدول الماسكات نفسهم بجيبوا من تيمو ب5 درهم. كل هالكمية راح اخذ من بين العسل ولا الورد، وفي القهوة، ماسكات القهوة كويسة كمان. بس خلص هذا احسن شيء، راح اخذ هذا لونه حلو. اشتريت في هذا كمان، وفي الصبار، شايفين انواع واشكال. شوف هي الصينية والله حلوة، سعرها 25 درهم. ازاز ولا بلاستيك؟ لا بلاستيك. بلاستيك بس قوي والله. هاي 3 مقطعة صاروا 3 درهم، رح اخذ واحد. وكمان هذا سعره، هذا 3 وهذا كمان 3 درهم. في كمان بالورد، اذا بتحبوا جل الصبار بالورد كمان فيكم تاخذوا منه. المقشر اللي بنعمله طلعوا في منه هون. هاو ماتش؟ كمان 3 درهم، يعني ببلاش، جدا ببلاش والله. بدي اخذ منه، فيكم تاخذوا مثلا هديه لحدا بتحبوه وكذا. وعلى فكره نفسهم بتيموا، على فكره انا نفسهم بشوفهم بتيموا. قوي وبنفس الوقت بيقوي الاظافر، بيعمل كثير شغلات منيحه. انا بستخدمه بالليل قبل ما انام، برطب وشي وايدي ورجلي. ثاني نهار بتفوقوا بتلاقوا اجرينكم ناعمين مو طبيعي. هذا اللي بتذكر هون انا تعرفت عليه بالامارات، ما بعرفه من قبل صراحه. يا جماعه هداك اللي عندي مثله بالبيت، هذا هو نفسه والله. العلبه هيك قدها كبيره وكثير بتفهم منها. تعالوا افرجيكم هدول الحبسات. هي ب4 درهم، 4 درهم. هيك شي 8 درهم. هي حلوه 7 درهم، هي كلها 7 درهم، يعني صار عن جد حلو. هذا 2 درهم اذا حابين تاخذوا منكم. عندهم ركوة قهوة كلها، عندهم اشكال والوان. This one no, this one.
هي 10 درهم. هي 59. عطل للجسم تستخدموه بيعطي لمعة كتير حلوة. أنا بدي بخور ريحته حلوة، ففي هون بخور بدي اخذ منه ان شاء الله. على المباخر شوفوا لي انواع واشكال وشي بحير والله. طالما احلاهم والله بجننوا. هون المباخر، هون البخور، يا عيني. طبعا هون حتى الصياني ما احلاهم. هي كاملا 3 مع بعض 25 درهم، وهي نفس الشيء. انا عم بحاول افرجيكم قدر الامكان. اخذ هي منها، بتعرفوا لشو؟ بحط له فيها مي لعمر مشان ما يكسرها، وكتير حلوه والله. شو رايكم؟ حتى انا اذا بدي اخذها بالمشاوير بقدر. ناخذ هي لعمر اللي نعبي لها بالمي للمدرسه، وبعدين نحن بنعبيها مي لانها بناخذها لمشاويرنا. مي بارده بدهم هي، وحلوه على فكره. خلي هي بتحافظ على المي. لك هدول ما بياخذوا عمر، بياخذ هي بس. حلوين لقيت صياني حلوين والله. زوجي بيقول لي حاج بقى تاخذي صياني. في حتى هون قوالب كيك وما كيك. مين بتذكر هدول ايام زمان كانوا يجيبون من الحج؟ يا الله ايام زمان. اوه لا شفت هذا كمان. ماما شوفي جواته. خلص على التوزيعات. هي كمان زمون طالع سوق. تمام رح نجرب. هذا كله على درهم يا جماعه. هي على درهم، هذا على درهم. هي شايفين على درهم بدون. هي 10 درهم، هي بدرهم. شايفين؟ هي تتذكروا البسطات اللي كنا ندق عليها نحن وصغار؟ نفسها. شو بدكم بتلاقوها. يا جماعة جبت كم بوت وبوت لعمر لنقيسه، وهذا البوت جابته شاب إلى بده إياه. جينا على القسم الأخير وقسم وقسم الأنجليزي. بدي زحمة مو طبيعية. تعالي. لا زحمة مو طبيعية. الواحد أكبر غلط يجي بهالوقت. نصيحة مني إلكم لا تنزلوا على السوق خالص، لأنه الزحمة مو طبيعي. وزوجي شوي تاني عصب علي ضربني كف. لا ما عصبت هالمرة بالذات، ما عصبت، مسكت حالي. بس يعني الوضع يرثى له. اي والله كتير زحمة بس والله كتير زحمة مو طبيعي. وهدول الأماكن رحت عليها هي هلا مش زحمة. حدا بينزل على السوق قبل العيد بيوم. لا فوفو ولا لا بوبو. طب ما خلصوا أغراضي كانوا. مشكلة أغراضك ما لها علاقة بالعيد. ايوه صح، هذا هو. لازم خاص ماني جاي، خاص بعد العيد لازم جاي. بس يلا شو الواحد يعمل. يلا انا صار لي قديش عم اجر والله. وقت كتير صار لي عم اجر. مش كأنه ما بقدر اتحكم بوقتي، لانه احيانا بيكون عندي شغل للفيديوهات، فبنجبر انه خلص انه ما اقدر اطلع بكير. فهمتوا علي؟ اليوم عندي تعزيم، كنت اطلع من الصبح على اساس ما صح ولا لا؟ بسبب التعزيم ما طلعت، وانا اكبر غلط هذا عملته. من كتر الزحمة بديت ما قدرت اصوركم على فكرة. منزلين بضاعة حلوة وجديدة وحلوة على فكرة، بس خلص يلا راحت لبعد ان شاء الله العيد. كنت اقول لكم شغلة. وحدة عم تقول لي عمر عائل، لا والله مو عائل. اليوم زوجي راح يشوف له قصة الايباد كمان، قالوا له خلص ما بقى بيتصلح. والله انا تضايقت على الكب. قالوا له اذا بدك تصلحه 1000 درهم، يعني قالوا روح اشتري واحد جديد احسن لك هيك يعني. فصراحة زعلت والله وتضايقت. جبنا له اياه بماليزيا، يعني صار له سنتين. قريب السنتين. شوف ايبادي. ايه والله زعلت والله. بتعرفوا انا مشكلة انه لولا المدرسة ما بجي خلص، ما بفكر اجيب ايباد. بس يلا خلصت المدرسة ما بقى لازم ايبادات خلص. هذا خلص شافوا، فخلص ما عاد عنده ايباد عمر. خلصنا من الايباد. تعرف اجيكم شو جبت من داي تو داي. عن جد تعبانة مو قدرانة اقوم. اول شي جبت تمور. هذا التمر بيجي يعني مشكل، عرفتوا؟ ما بيجي بنوع واحد، يعني بيجي بالشوكولا بني، شوكولا سودا، شوكولا بيضة. شايفين؟ هذه اول مرة بجربه، بدي اجربه. بس تعالوا افتحوا معكم فرجيكم اياه. شو رايكم انت؟ انا ما فتحته صراحة، هلا عم بفتحه والله. واذا بتسالوني على سعره قديش نسيت، بس بتذكر كان مكتوب 11 درهم. طلعوا هذا اللون الذهبي، هذا اللون البني. ما بعرف في لون تاني جوا، لا ما في، بس هدول ذهبي وبني بقى. شو
شو الفرق بيناتهم ما بعرف. فبكره بركي تذوقوا بقلكم شو تعبتوا. اما الشغله الثانيه واللي طيبه كثير وجبتها باربيل وجبتها ماشي بالامارات، احكوا لي ضايقينهم هدول البسكويت اللي محشيين بيستاشيو ولا غيره، وهذيك بتكون محشيه جوز الهند ممكن. هلا هي نازله جديده على دي تو دي ما بعرف، بس حبيت اجربها. بالقهوه كاتبين انه هي كانه شوكولاته دبي بالقهوه، ما بعرف بقى طيبه ما طيبه ما بعرف. تعالوا نفتحها. هي سعرها كان مكتوب ورا 13 درهم، بس كميتها قليله. لا تطلعوا هي كميتها اكثر، هي كميتها جدا جدا قليله. اي شيء بيحكي عن ليش مفتوحه يا عبي شو عليكم فاتحينها. عباره عن شوكولاته كانه مثل شوكولاته دبي وفيها بيستاشيو. طعمتها قهوه والله طيبه، واللي بحب القهوه رح يعشقها. هاي هي طيبه طيبه، حبيتها. انا حبيت ابراهيم كثير والله، طعمتها بقهوه كثير طيبه. اذا نازلين خذوا منها لاهاليكم. هاي بالمانجا، هي استغربت يعني من طعمتها صراحه، بس حبيت جيبها لاجربها. على فكره الكيس ما كثير فيه عكره، يكون معلومكم. خلوني افرجيكم كم وحده بالكيس. شوفوا 4، نحن اكلنا وحده 5، يعني الكيس 5 فيه بس، يعني كميته جدا قليله. هدول لانه شوكولاته دبي، شوكولاته دبي هلا بتعتبروها غاليه هون بالامارات، فالكيس فيه 5. فجبت هي بالمانجا، وهي كأنه لوتوس بتوقع، وهي شوكولاتة سودا. فجيت يعني جبتهم اجربهم، خصوصا جاي العيد فقلت انه حلوين للضيافات. جبت هي من دي تو دي، وفي وحده متابعة الله يجزيها الخير قالت تسنيم جيبي هاي المراوح لما بتمشي بالشارع انه كتير منيحة بتهوي. والله هي بتنشحن هي يعني عن جد. اذا كنتوا كمان بسوريا بنصحكم تجيبوا منهم، عن جد نصيحة جيبوا منها ترتاحوا يعني، خصوصا اذا ما عندكم كهرباء. بس اشحنوها، طلعوا فيها بطارية جواتها، تشحنوها وبتتهووا الى عيارات. شايفين 1 2 3 هذا اعلى عيار، والى مكان بتوقفوا عليه هيك. شوفوا يلا وصلكم الهوا ولا لسه؟ بس والله بتهويها. انا جبت من دي تو دي، حكيلو شو بطارية، كل ما بطلع بكون ولادي خالصين لي البطارية وما بقدر انشركم فيديوهات. كوني ليش؟ لانه موبايلي قرب يخلص شحن من كتر التصوير. على فكرة من كتر التصوير بيروح الشحن كله. هي ما بعرف ليش ملزقينها مثل الذوقة كأنه حدا فاتحة. تعالوا نشوف قاعدة كويسة ولا لا. شقينا الكرتونة اذا مو كويسة ما برجعوها بقى. شوفوا واو، فيها هي اذا في ايفون تزبط عليها. شايفين فيها كل الوصلات ما عدا الوصلة العريضة، لا هي وصلة الايفون نفسها موبايلي. شايفين فيها ضوء كمان. شايفين كمان شو بدي احسن من هيك. تعالوا نجرب عليها الموبايل نشوف كذابين ولا حقيقية. اذا حطينا الموبايل عن طريق التاتش انه بزبط. هذا هو وهذا موبايلي. اي والله طلع سوا شحنت. شايفين؟ لا استنوا وين راحت الشحن لي؟ ما زبطت. استنوا جاهزين. شوفوا شايفين؟ شوفوا عم بتشحن والله. شايفين كيف عم بشحن؟ كنا جبنا فتاحة علب، كان لازمنا وحدة، فكل مرة بنروح ما بنجيب، فزوجي راح جابه واجا. صح شلون تذكرتها؟ كل مرة بنروح على اساس نجيبها وما بنجيبها. مرة جبناها ولا طلعت مالنا جايبينها. شايفين؟ قلت لكم انه حذاء عمر مشقوق يعني بوطه، فجبت له هذا البوط من كمان من دي تو دي. حلو ماشي اموره. هلا مبدئيا لانه ما عنده خفافه، هو هاي خفافته من هون مهتريه كلها، فقلت هلا مبدئيا كويس. خلصنا من دي تو دي. هلا رح فرجيكم شو جبت من واو. هذا واو جبت منه هاي المروحه اللي بتنحط على الرقبه وبتعطي هوا. حبيت فكرتها، سعرها 12 درهم. فانا عن جد كثير بشوق احيانا، فقلت فكرتها حلوه
وشفتها انا من قبل بس قلت يلا هلا بنجربها اذا كانت كويسة راح تجيب وحدة تانية. شايفين من هون بيطلع الهواء. اذا بتمشوا بالشارع بتحطوها بتقدروا تمشوا بالشارع تنبسطوا وتقضوا وقت حلو. عن جد حبيت الفكرة فاحسن من مسك المروحة. هذيك بعطيها للاولاد اذا مشوا معي وهي الي. جبت من واو هذا كمان حبيته قلت بدي اجربه بيمسح المكياج. انا والله اكتر شي حبيت يعني اكتر شي عجبني صراحة هي الفرشاية. هي منيحة للبشرة بتنظف منيح. فما بعرف اذا منيح ولا لا بدنا نجرب. يلا نجرب. شايفين هاي تمام. جبت هذا واحد. شو كمان جبنا لازمني كنتاية مكياج فجبت هاي من عند واو كمان عجبتني طريقة هي تقسيمتها حلوة. في إلها سحاب من هون يعني واحد إذا حاب ياخذ مكياج معه حلوة شكلها. شوفوا شو رأيكم فيها حبيتها أنا.